عندك رؤوس سودا ورؤوس بيضة ومضايقاكي ومش عارفه تعملي ايه؟ عندك حبوب بيضة تحت الجلد كده، هي اللي هي البثور البيضة، مضايقاكي برضو مش لاقيه لها حل؟ عندك شعر وبري بين الحتت دي ومش لاقيه له حل؟ تعالي اقولك إيه الحل. ماسك سحري جدا، مجرد ما تحطيه، مجرد ما تشيليه، الموضوع كله انتهى. ما ينفعش تقعدي تبقى عندك بثور بيضة او سودا. الرؤوس السودا دي هي اللي بتطلع الحبوب وهي اللي بتكون الدهون. انا معايا ماسك للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. الحل في ده قناع الفحم المبانة. على فكرة القناع ده حلو جدا، مش محتاج تعملي له اي حاجة، مجرد انك تغسلي وشك بالمية من غير اي غسول او اي حاجة وتدهنيه. هو قوامه سائل جدا، بتحطيه على وشك كله او على المناطق اللي فيها البثور السوداء. بس على فكرة كلامي للناس اللي البثور السوداء عندها لسه في بدايتها، مش المتضخمة جدا وتحت الجلد، دي بقى محتاجة تنظيف بشرة بره. اللي عنده بثور سوداء صغيرة جدا او رؤوس بيضة صغيرة جدا يبدأ يدهنه على الاماكن اللي بتتكون فيها، اللي هو عند حوالين المناخير، حوالين الفم، في القورة، الكلام ده. لو بشرتك دهنية او مختلطة الكلام ده ليكي. هتدهنيه وتسيبيه ينشف اهو، تسيبيه ينشف على وشك. بعد كده هتقشريه، هيبدا يتقشر كده معاكي وهتشوفي فيه كل البثور البيضاء طالعه والشعر الوبري والرؤوس السوداء. بيقعد على الوش حوالي نص ساعه لحد ما ينشف. اهم حاجه هو بيشد الوش، هتحسي ان هو وشك كله بيتشد كده وحروفه بدات تطلع. ابداي شديها. انا كنت عايزه اعمله معاكم والله بس ما عنديش وقت الفيديو، وانا لسه عاملاه على فكره. بصي انا بتصور معاكي من غير اي فلتر، شايل لي كل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء اللي بتبقى حوالين المناخير. نتيجه بقى العرق، نتيجه تكونات الكريمات. خلي بالك وانتي بتحطي المرطب على وشك ادهنيه كويس جدا، بالذات عند الاماكن دي، لان تجمع الكريم مع التراب هو ده اللي بيكون الرؤوس السوداء. الماسك مهم جدا، وعلى فكره ده ب50 جنيه بس، بيتباع عند اي محل مستحضرات تجميل، ممكن تلاقيه في السوبر ماركت الكبيره في هايبر. الكلام ده حلو جدا، خليه روتين. لو مشيتي عليه هتحتاجي تعمليه مرتين في الشهر، بعد كده مره كل شهر، بعد كده في الاعياد والمناسبات. حافظي على بشرتك وعيشيها صح. ولو عايز تعرفي اي حاجه سيبها لي في الكومنتات، واي سؤال عايز تساليه سيبه لي برضه في الكومنتات. ولو بتشوفيني اعملي لي متابعه واعملي لايك وشير وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب. ولو متابعني على تيك توك اعملي الزائد اللي جنب الفيديو واعملي لاف واعملي حفظ الفيديو. ويا ريت تعملي اعاده نشر وابعتي الفيديو لصاحبتك لو هي كمان عندها رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء، ونعيشها صح.